بنت الشلبية عيونها لهفية ادخل. حبك من قلبي يا قلبي انت عينيا، حبك من قلبي يا قلبي انت عينيا. مقدم هشام مدكور بعد الوقف. انت بتعمل ايه هنا يا هشام؟ انت مش موقوف؟ حبيب قلبي، اسمعني يا هشام كويس. لو متخيل ان انت جبت ادم عبد الحي عشان تصلح غلطتك وما تتوقفش تبقى غلطان. انت هربته وجبته. تعالى بقى نخصم ده من ده، هتلاقي نفسك لازم تتوقف. هتتوقف. بص يا سيف، انا ولا هاممني الوقف ولا هاممني الشغل كله ولا هاممني حاجه. انا خلاص عرفت وزهقت. زهقت من الظلم والافتراء والوساخه. كرهت النفاق والمحسوبيه. مليت من اننا كلنا شغالين زي خليه نحل عشان نخدم فرد واحد وناسين 80 مليون فرد. يا باشا انا ما بقتش تبع النظام ولا هاممني جهاز امن الدوله ده كله. انا بس في حاجه محيراني وعايزكوا توضحوها لي. هو مين جاي مع مين؟ هشام اللي جايب ادم ولا ادم اللي جايب هشام؟ طب لو هشام اللي جايب ادم يبقى جايب ادم عشان يصلح غلطته وما يتوقفش. بس هشام لسه دلوقتي قايل ايه؟ انه زهق وقرف من جهاز امن الدوله وعايز يقدم استقالته. في حاجه تغير. طب لو ادم اللي جايب هشام، بس ادم ما عملهاش. ادم اذكى من كده بكتير ولن يتخيل ان وجود هشام مدكور هيقدر يحميه مني. ما انتوا لازم تفهموني برضه مين جاي مع مين. انا هو يا باشا بين ايدين سعادتك، واللي انت عايز تعمله فيا اعمله، بس بالله عليك مشي امي واخواتي، مشيهم كلهم. الناس دي ملهاش اي ذنب في اي حاجه، واللي تؤمر بيه سيادتك نفذه. انا تحت امرك. بص يا باشا، انا ارهابي وقتلت وسرقت. انا اي حاجه حضرتك عايزها، بس وحياة اغلى حاجه عندك مشيهم، مالهمش ذنب في اي حاجه. باشا انا بصراحه جاي عشان ابوس على جزمتك زي ما حضرتك قلت لي. باشا ممكن اسالك سؤال؟ قول يا كبير، ده الليله ليلتك يا وحش. هو انت مقتنع ان انا ارهابي؟ لا. سيف يا حديدي، انت بتتكلم بجد؟ وانا عمري هرجت يا هشام مدكور ولا ايه؟ طب هنعمل ايه دلوقتي؟ في ايه؟ هو ايه اللي في ايه؟ ايه الاجراء اللي هنتخذه دلوقتي؟ ولا اي حاجه. ما عليك، هتروح على بيتك وهتفضل موقوف زي ما انت. وادم عبد الحي بقى ده ضيفي، هيتعلق وهيتنفخ وبعدين يطلع على النيابه وبعد كده يطلع المحكمه والمحكمه بقى تحكم معاه. احنا ملناش فيه. باشا هو انتوا ضميركم فين؟
ولا لا مؤاخذة يعني النفوذ والسلطة بينسوا الضمير ويخلوا خلق الله بالنسبة لكم مداس؟ هو لو آدم ده يا باشا كان ابن حد من الوزراء ولا ابن حد من المحاسيب، مش كان زمانه نايم في بيتهم؟ يا أخي ده أنا ابن بلدك، ده أنا مصري زيك. أنت بتعمل معايا كده ليه؟ ده أنا كنت بدافع عن واحدة مصرية، كلب أمريكاني كان عايز يغتصبها. أنت ليه محسسني إن أنا جاسوس؟ هو بجد يا باشا أمريكا بتؤمر وحكومة بلدنا بتركع وتطيع؟ فهمني يا باشا، ولا حتى مستخسرين فينا ان احنا نفهم؟ بالظبط، احسن حاجه انكم ما تفهموش، لانكم لما بتفهموا بيبقى خطر عليكم وبتغلطوا، واحنا بنحبكم، ما نحبكوش تغلطوا. لا حنين يا باشا، حنين. بمناسبه بقى الحنيه يا ادم، انا مجهز لك مفاجاه هتشكرني عليها وتعرف قد ايه احنا بنحبكم. ايه يا ابني؟ ابعت لي ام ادم عبد الحي ومراته والبيت المسيحيه. انا فخور بيك يا هشام، انا بعرفك من 14 سنه، اول مره تاخد قرار صح في حياتك. يا ابني انت مكانك مش هنا، انت كبيرك محاسب في بنك تعد فلوس غيرك. ما تخافش من اي حاجه، ما تطيش من اي حاجه، ما تخافش غير اللي خلقك، وما تطيش غير اللي خلقك. اعمل الصح وقول الحق ولو على قدرك. بلاش يا ادم، ارجع هشام، ارجوك يا ادم، ارجع هشام، ريح نفسك. مش كده يا ادم. اعمل الصح وقول الحق ولو على رقبتك. ما تخافش من اي حاجه، ما تطيش لاي حد، ما تخافش غير اللي خلقك، وما تطيش غير اللي خلقك. اكسب نفسك احسن ما تحاول تكسب الدنيا وتلاقي نفسك في الاخر خسرت الاثنين وتعيش في جحيم زي اللي فات. اعمل الصح